هو كلمة احترام الذات، ماشي كلمة يعني نقولوا فلسفية، كلمة ما عندها حتى معنى. بالعكس، احترام الذات كيفاش كتشوف انت الذات ديالك، هذا هو المعنى ديالها. أنه بالعربية ما يمكنش أن شي واحد يحترمك ويقدرك إلا كنتي انت ما كتحترمش بعدا الذات ديالك، ما كتقدرش راسك، ما كتعطيش الذات ديالك ديك القيمة، ديك لا فالور، وغتسنى من واحد أنه يحترمك. كون أكيد أن هاد الشخص اللي ما كيعطيش راسو ديك الكرامة وديك القيمة ويقدر راسو، ما يمكنش أنه يحس بواحد أنه كيقدرو. بالتالي يعني من بين الأمور اللي كتخليك أنك تثيق في راسك، وأنك يعني تواجه المشاكل ديالك بكل ثقة، وأنك تحط كل أمر في المكان ديالو، هي مسألة تقدير الذات. وتقدير الذات تختلف تماما على الأنانية. أنانية بشق أنه كت كتبغي راسك لواحد الدرجة، يعني أنك كتفضل راسك على الناس لواحد الدرجة يعني طالعة بزاف. وحب الذات العكس ديالها، كاين اللي كيبقى يجلد في الذات ديالو على بالو أي حاجة دارها ما هياش، ربما ما حالفوش الحظ، رب ربما الله عز وجل ما بغاش ليه داك الأمر وما صدقش ليه مثلا، وكيبقى يجلد في الذات ديالو. لا، وإن لنفسك عليك حق. ديك النفس راه غدا ولا بعدا راه غادي تحاسب عليها. دونك يعني تقدير الذات مفروض عليك انك تقدر الذات ديالك، عامل راسك بواحد القيمة، اعتز بالنفس ديالك، عرف بأن النفس ديالك يعني ما تخليش الناس أو لا الظروف تهبط من القيمة ديالك. السلام عليكم.